شراء الأرض وبناء المنزل. لقد قرر رجل وزوجته أن يقوموا بشراء قطعة أرض ويبنياها بيت كبير كي يسكن فيه هو وزوجته. وبالفعل اختار قطعة أرض بمنطقة الإحساء السعودية. ومن لا يعرف تلك المنطقة فهي منطقة حيوية للغاية وقريبة من المدينة المنورة. وما إن اشترى الرجل وزوجته الأرض حتى بدأت الكوابيس التي كانت عبارة عن اختناق في الحلم وما شابه ذلك. ولم يفكر الرجل في الأمر كثيرا. كل ما قاله أن تلك الكوابيس من كثرة الإجهاد والمتاعب التي تحدث له في اليوم. ومضى في طريقه وأتم بناء المنزل الذي كان عبارة عن فيلا شبيهة بالقصر الفخم. وكان الرجل وزوجته سعداء للغاية، ويبدأ في تجهيز الفراش وملء البيت من الأثاث المختلف حتى اكتمال الفيلا بالكامل، وعاشوا فيها. وببداية الأمر كانت الأمور على ما يرام، ولكن الكوابيس لم تكن تفارق الرجل أبدا. وقد تعجب الرجل من كثرة تكرارها واستغرب كثيرا، وذهب واعتمر إلا أنه لم يتغير أي شيء. سماع الأصوات في المنزل. وبعد مدة ليست كبيرة بدأ كل من في البيت يسمعون أصوات صريخ، وأن هناك أحد يمشي في الليل بين الغرف. وفي بعض الأوقات يسمعون أصوات الأطباق بالمطبخ. وكان الأمر في البداية لم يأبه له أحد، بل ظنوا أن أحد الخدم هو من يصدر تلك الأصوات. وظن الخدم أن أحد أصحاب المنزل هم من يصدرون تلك الأصوات. وفي أحد الليالي استيقظت زوجة صاحب البيت على أن تطرد وقد عزمت على أن تطرد كل الخدم الموجودين في المنزل، وأخبرتهم أنهم مزعجين وأنهم يقومون بالصراخ والخبط طيلة اليوم، وأنهم لا يراعون أن أهل البيت يحتاجون للهدوء. إلا أن المفاجأة كانت أن الخدم هم من اتهموا أصحاب المنزل أنهم كانوا يصدرون تلك الأصوات، فاستغرب الجميع. ومع مرور الوقت بدأ الجميع يروي يروا أشخاص بجانبهم، ومجرد النظر والانتباه لهم يقومون بالاختفاء. كما أنهم يسمعون أحد بالبيت ينادي عليهم، وكانوا يسألون بعضهم البعض إن كان أحد منهم نادى على الآخر، حتى تملك الرعب من الخدم وقرروا عدم العمل في المنزل. مفاجأة من فوق السطح. وبصباح اليوم التالي استيقظ الرجل وزوجته على هبد وقدم ثقيل أتى من فوق البيت، وظنوا بأن هناك شخص يريد سرقتهم، وقرروا الصعود لسطح البيت كي يمسكوا به. وحمل الرجل معه سكين وآلة من الحديد. فلما صعد السلم تحسبا لإمساك بالحرامي، إذ بهم يرون جمل حجمه ضخم فوق سطح منزلهم. فلما رأت هذا الأمر الزوجة فرت بالهروب، إلا أن الرجل ظل مكانه ليسأل نفسه ألف سؤال، وفي ذهنه من أتى بتلك البعير للسطح. هل ما يراه حلم أم حقيقة؟ ولكن الصدمة الكبرى أن البعير قد تحدث إليه وأخبرته: ما الذي جعلك بنيت في هذا المكان؟ لماذا قمت بأخذ بيتي؟ إني من كنت أسكن هنا أنا وأسرتي، وأنت أخذتها مني، ولا يصلح لك أن تسكن معنا، وعليك أن تغادر المنزل على الفور، وإلا ستهلك أنت وأهلك. الرجل يعرض منزله للبيع. وبعدما سمع الرجل تلك القصة تملك الرعب منه وفر هاربا من هول ما سمعه ورآه. وأخذ زوجته وترك المنزل وعرضه للبيع بثمن بخس، حتى الأثاث قام ببيعه بثمن بخس أيضا.
فاشترى المنزل شركة مقاولات سعودية كبرى، وقامت ببناء سكن للعمال الباكستانيين والهنود، ومما كانوا يعملون ممن كانوا يعملون في الشركة. إلا أن الأمر لم يدوم طويلا، فقد ظهرت بعض الأمور المخيفة التي حدثت في السابق، وما إن رآها العمال حتى لاذوا بالهروب. ولم يدم الأمر طويلا لملكية تلك الشركة التي قامت ببيع المنزل لشركة استثمارية سعودية. قامت الشركة من ناحيتها ببناء بنك استثماري على هذه الأرض. إلا أن الأمر لم يدم أيضا طويلا، وما تزال تلك المنطقة خالية ويخشى أحد أن يقترب منها. كانت هذه القصة ديالنا اليوم اللي حدت التفاصيل ديالها حتى في السعودية.